هلو يا حلوين، يلا النهارده هنعمل ستايلنج باكتر جل بحبه، هو مان لوك اكسبرت، وهو بصراحه بجد هايل جدا. ده من انواع الجلات اللي ما فيهاش اي حاجه تكون بتضر شعرنا. زي ما انتم شايفين هو جل نعمل زي الجلي كده. انا ببتدي اوزعه على شعري كله، وبحاول اخد كميه تكون مناسبه، ولا بكتر ولا بقلل، على اساس اني برضو لما اكتر قوي ما احسش ان شعري عليه حاجة ناشفة او تقيلة قوي، او الهولد يحسسني الشعر مش بيتحرك من مكانه ومش فلافي. فحاولوا دايما ان انتوا ما تاخدوش كمية اوفر. خليني اقول ان الجل ده يعني انا بجد بجيب منه كميات وانا جايه من مصر، لان هو يعني بيساعدني جدا في الجو هنا، لان الجو هنا الرطوبة طول الوقت عالية، فطبعا عندي هيشان طول الوقت. هو اكتر جل بصراحة بيديني هولد هايل جدا لشعري، ويمكن بقعد بالثلاث والاربع ايام زي ما كنت بقعد في مصر شعري ثابت تماما بدون هيشان. طبعا بعد كده بيبتدي الهيشان يظهر، بالذات في الكراون اريا. زي ما انتوا شايفين عملت ستايل بالدايموند برش، وهبتدي اخلص الجزئين زي ما انتوا شايفين. بصوا الريزلت، اولا كيرلي فلافي وديفايند حلوه، مفيش هيشان. طبعا يمكن مش باين اوي في الفيديو، لكن هو في الحقيقه فعلا ما كانش فيه هيشان وكان جميل.